عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عندك أن وطو في ليلة من الليالي كلاليتوች ባንዱ ሌሊት خرج من بيته ከቤታቸው ወጡ جائعا ረቧቸው لا يجد في بيته በቤታቸው አላገኙም ما يأكل የሚበላ فلما በዚህ ጊዜ صار في الليل በሌሊት በሚሄዱበት ወቅት يبحث عن بيت من ከቤቶች البيوت ውስጥ ቤት ፍለጋ كي يطعموه የሚመግቧቸውን وإذا به يرى أبو بكر ያዩታል قال يا أبا بكر أبو بكر ሆይ አሉት ما الذي أخرجك في هذا الوقت በዚህ المتأخر በረፈደ ሌሊት ከቤት ያስወጣህ ምንድነው قال يا رسول الله አለ የአላህ መልእክተኛ والله ما أخرجني من البيت إلا الجوع والله ከቤት ያስወጣኝ ረሃብ ነው قال حتى أنت يا أبا بكر አንተም ያ አቡ በክር አሉት خرجت من الجوع ረሃብ ከቤት አስወጣህ فصار አቡ በክርና የአላህ መልእክተኛ በሌሊት መጓዝ ጀመሩ الناس نيام ሰዎች ተኝተው وأبو بكر ورسول الله አቡ በክርና የአላህ መልእክተኛ መመግባቸው ፍለጋ وإذا بهم يلقيا في الطريق መንገድ ላይ ማንን አገኙ ዑመርን قال አሉ رسول الله يا عمر የአላህ መልእክተኛ ما الذي أخرجك في الليل በዚህ ሌሊት ምን አወጣ قال يا رسول الله አለ والله የአላህ መልእክተኛ ወላሂ ما أخرجني إلا ያለ ረሃብ ምንም አላወጣኝም رسول الله የአላህ መልእክተኛ وأبو بكر አቡ በክርም وعمر ዑመርም ሆነው يسيران في ليلة مظلمة በጨለመ ሌሊት ይጓዛሉ يجدان طعام ما أخرجهم ምግብ إلا ባለማግኘታቸው ከቤት ወጥተዋል جاء رسول الله إلى بيت የአላህ መልእክተኛ ወደ ማን ቤት መጡ إلى بيت رجل من الأنصار ከአንሳር የሆነ ወደ አንድ ሰው ቤት በሩን አንኳኩ خرج له الرجل ልጁ ወጣላቸው قال أهلا برسول الله አለ አህለን የአላህ መልእክተኛ أهلا بأبي بكر አህለን አቡ በክር مرحبا بعمر እንኳን ደህና መጣህ ዑመር فأجلس رسول الله وأبو بكر የአላህ መልእክተኛ ዑመርና አቡ በክር ثم ተቀመጡ جاء بالماء البارد ከዛም ቀዝቃዛ ውሃ መጣ ووضعه أمام رسول የአላህ الله መልእክተኛ ፊት ለፊት አስቀመጠ ثم جاء بشاة ከዛም فذبحها ፍየል አመጣና አረዳት ثم قام بشيها ከዛ ስጋዋን አመጣና فقدمها إلى أبي بكر وعمر ورسول ለአቡ الله በክር ለዑመርና ለአላህ መልእክተኛ ሰጠ فأكل رسول الله حتى የአላህ መልእክተኛ እስኪጠግቡ በሉ وأكل أبو بكر حتى አቡ شبع በክርም እስኪጠግቡ በሉ وأكل عمر حتى شبع ዑመርም እስኪጠግቡ በሉ فلما انتهوا በጨረሱ ጊዜ نظر رسول الله የአላህ መልእክተኛ ተመለከቱ إلى الماء البارد ወደ ቀዝቃዛው ውሃ وإلى الشاة ወደ المذبوحة ታረደችው ፍየል ثم نظر إلى أبي بكر وإلى عمر ከዛም ወደ አቡበክርና ወደ ዑመር قال ዞሩ والله አሉ በአላህ ይሁንብኝ والله ወላሂ لتسألن يومئذ عن النار በተሰጣችሁ ጸጋ የመጽአት ቀን ትጠየቁበታላችሁ أبو بكر وعمر አቡ በክርና ዑመር أخرجهم من ያለ الجوع ረሃብ ምንም አላስወጣቸውም شربوا ماء بارد ቀዝቃዛ ውሃን የጠጡት يقول لهم رسول الله والله لتسألن የአላህ يومئذ መልእክተኛ عن አሏቸው هذا ወላሂ النعيم. በዚህ ጸጋ ትጠየቃላችሁ أما يسمع هذا الكلام ይህን ቃል ይሰሙ ይሆን لصوص أوطاننا የሀገራችን ግማሽ ሰዎች ممن يأكلون ويشربون ከሚበሉት ከሚጠጡት وبطون الجوعى تتضور የረሃብተኛ جوعاً ሆድ በረሃብ ሲሰቃዩ أما እያዩ يسمع ذلك أصحاب النعم አይሰሙምን እነዛ أما ባለ يسمع ጸጎች ذلك الأغنياء الذين لا አይሰሙምን يدرون እነዛ ባለ خبراً عن ሀብቶች الفقراء ስለ ድሆች ምንም የማያውቁ أما يسمع ذلك ولاة أمورنا አይሰሙምን እነዛ وحكامنا ተጠሪዎቻችንና الذين መንግስቶቻችን تقدم لهم موائد لا የሚቀርብላቸው يرى ማዕድ ولا يرى آخرها መጀመሪያውም መጨረሻውም የማይታይ የሆነ الفقراء ما زالوا يأكلون من ድሆች القمامة አሁንም ከቆሻሻ እያነሱ ماء ይበላሉ بارد شربه رسول الله قال ቀዝቃዛ والله ውሃ ስለጠጡ لتسألن ወላሂ يومئذ عن በዚህ هذا ጸጋ النعيم. ትጠየቃላችሁ ነው የተባሉት ونعيم أوطاننا الذي የሀገራችን يستثمر به ጸጋዎችም في بلاد الغرب በምዕራቡ ሀገር لكننا ኢንቨስት لا نقول ሲደረጉ إلا እኛ አንልም أين